كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بالصحة والسلامة. أنا مش عايز أتكلم كتير وعايز نسيب الناس تستمتع بيك. شاكرين لأفضلك يا دكتور. احنا نصبح على السادة المشاهدين ونقول صباح الخير. صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على شمسك، على نيلك تاريخ أهرام يغني لك، صباح بسام بضحك الورد متعطر، صباح رسام سماك بفرحة بتمطر ونبض القلب يدعي لك. صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على الفلاح مع النسمة في أحلى شروق، صباح الخير على الملاح مع البسمة وموج البحر بكرة يروق. يا نور الضي في الدنيا يضوء نبراس، يا كلمة حب في قلوبنا يا تاج الراس. صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على أسودك، على جنودك، على حدودك عيون حراس. صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على برعم بيتعلم حروف اسمه ويتهجى حروف اسمك على الكراس. صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس. الله 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 الله، شغل جميل. شكرا دكتور خالد. بتحفظه ازاي؟ أنا ما بحفظش الشعر خالص للأسف. أنا يعني أكتب أكثر من 1200 قصيدة، ما حفظت غير 3 قصايد في حياتي. لأني بجد إن الحفظ ده يعني بياخد مني وقت. وأنا لما بيجيني الإبداع بستخسر إن الوقت يضيع في الحفظ، بالرغم إن الشاعر إذا حفظ يكون أكثر أداء، لأنه بيبقى عنده بادي لانجوج لغة الجسد أفضل، وبيخاطب المستمع بقوة يعني النظرات والحركات. لكن أنا قدري إني الحمد لله أكتب كثيرا فما بحفظش يعني، وأحفظه قليلا. وأحفظ قليلا. صحيح. نسمع حاجة ثانية بقى. احنا كل عام وحضراتكم بخير. يعني غدا احتفال 71 بذكرى ثورة 23 يوليو، فعندنا قصيدة للمرحوم جمال عبد الناصر. بتقول: عاش حياته كان مناه، عاش حياته كان مناه، للوطن يعزف غناه، ربنا جوف عزيمته للبلاد أمم قناه. شاف الفلاح كان مجهور، محروم من خضرة ومن بور، خدله من الإقطاع كده حقه وده أرضه وما كانت دور. كان يهتف بالصوت ويسمع: يلا يا وطن العرب اتجمع، رغم حروبه مع صعوباته يبني في كل مدينة مجمع. كان أسطورة حقيقي بجد، شد جسور السلم ومد، رغم الضيقة مع التكاليف قرر فعلا يبني السد. والبنك الدولي بيتشرط يربط حبله عليه ويجرط، رغم الضغط عليه كان صامد، قال في كرامة بلدي ما فرط. ألف تحية إليه وزهوري، قالها صريحة بصوته جهوري، الدستور وحقوق المرأة من ملكية بقت جمهوري. حقق 100 مليون إنجاز، نهرو وتيتو رفض ينحاز ويضمد في جراح النكسة، كان في الخطبة بليغ أستاذ. شاف محتل عايز تفريقي، يحفر بحر فتن تغريقي، والمغرب وجزائر تشهد حررنا الشعب الإفريقي. خلى التعليم صار مجاني، وعمود نور في الشارع جاني، هكتب عنه وعن أفضاله مهما غريب يشتم وهجاني. ونسيج غزله ولبس محله، والزرعة بتطرح بالغلة، والذهب الأبيض وخيوطه لقمتنا بسكر تتحلى. أسس جيش مخلص لبلادنا، أحمد مينا ودول أولادنا، شوفوا إيلات مع راس العش حطوا الخطة بنصر وعدنا. كان الشرق صراع معتل والعالم في حروب مختل، كافح حقق عيد وجلاء لازم يمشي غريب محتل. بنى مسبيره مع الإذاعات، بنى مسبيره مع الإذاعات، راديو والقرآن كل ساعات، راديو القرآن كل ساعات، وكنيسة للبابا كرولوس، والإنتاج فخر الصناعات. بيجلوه عظماء وأفاضل، مات وتاريخ بعديه عاش فاضل، كان راسم حلم القومية، كان عايش للوحدة يناضل، كان الاستعمار ليه بيحاصر
علشان كان له عروبته يناصر، شنوا عليه غدر الثلاثي، شنوا العدوان غدر ثلاثي، لازم نكسر عبد الناصر. لو نحكي في تاريخ من تاني على حس جمال الإنساني، يا سلام يا جمال عبد الناصر، الذكرى بتعزف له أغاني، الذكرى بتعزف له أغاني. الله 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 الله. على ذكر يعني التلفزيون زي ما قال الأستاذ راضي، النهارده بيمر 63 سنة ويوم على إنشاء التلفزيون المصري. 63 سنة ويوم، وده لأن ده من منجزات ثورة يوليو. كان الكلام ده سنة 22 يوليو سنة 21 عفوا سنة 1960، واحنا كنا قبلها بقى كانت في 53 كانت برضو الثورة عملت إذاعة صوت العرب. أول ما بدأت إعلاميا بدأت بإذاعة صوت العرب، لكن طبعا الإذاعة كانت سبقت قبل كده بكتير. يعني احنا الإذاعة من زمان، من أيام الإذاعة الأهلية، وبعدين بقت سنة 1934 يعني تأسست في مصر. فاحنا عندنا تاريخ كبير مع الميديا على كل الأحوال. نروح لحاجة تاني برضو يا أستاذ راضي. برضو نقول كل عام وحضراتكم بخير. احنا من يومين احتفلنا بالسنة الهجرية، كل عام ومصر وكل الأمة العربية والإسلامية بخير. فعندي قصيدة الهجرة النبوية. هجرة كانت سلاما، هجرة الهادي الأمين، جاءت الأقمار تزهو نحو مجد مستبين. مكة في القلب تبقى سرة وصل الجنين، إن للأوطان عشقا واشتياقا من حنين. حين عنهم قد توارت ودعوها بالأنين، قاصدين الباب يثرب صحبة شمس تبين. حين ركب قد تجلى هل كالبدر المبين، أشرقت أنوار طابت الأنصار دوما، نعم للضيف المعين. كل من صف النوايا فاز بالدنيا ودين، هجرة دوما ستبقى خير ذكرى للسنين. قد تجلى الفجر منها واهتدى نبع المعين، وابتدى النبراس يعلو عبر سلم عبر لين. يزرع الإحسان بذرا ينبت الفرع المتين، دعوة بالحب تحيا حبل طوق للسفين. يملأ الأكوان عطرا عن شمال أو يمين، دين أمن للبرايا تاج عز للجبين. هجرة عاشت تنادي لو مضينا مخلصين، لو سلكنا العلم دربا، لو صبرنا عن يقين. نهزم الخذلان حتما، نهزم الخذلان حتما، نرتقي لو بعد حين. هجرة كانت سلاما، هجرة الهادي الأمين، هجرة الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا أستاذ راضي. أحسن الله لك يا دكتور. ربنا يبارك فيك. أعتقد أيضا كمان لديك قصائد تخاطب الوطن. نعم طبعا لدي قصائد تخاطب الوطن، وجل ما نكتب يعني، لأن نعم. الوطن هو مصدر الإلهام الأول للشاعر. يعني في قصيدة اسمها باللغة العامية تعالوا نبني وطن. اتفضل. تعالوا نبني وطن نملاه محبة وخير، ننسى الغرور والأنا، نمسح حروف العنا، نروي غصون الهنا، تطرح فروع أزهار، ضحكة غناوي نهار يصبح عليها الطير. تعالوا نبني وطن نملاه محبة وخير، نزرع قلوبنا سلام، يحلى اللسان بكلام، نمحي الدموع وألام، شمس الدفا هتهل، بركات علينا تحل، تظهر خطوط السير. تعالوا نبني وطن نملاه محبة وخير، نفتح بيبان الود، ايد بالسماحة نمد، حبل المودة نشد، نفتح قلوبنا براح، نمسح لدمع جراح، نعشق نجاح الغير. تعالوا نبني وطن نملاه محبة وخير، نلقى الوطن بساتين، عطر النفوس رياحين، منظر شمال ويمين، نجني الأمان ورخاء، يحلى الوطن بإخاء، جامع وجنبه الدير.
تعالوا نبني وطن نملاه محبة وخير، نملاه محبة وخير. الله 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 الله. هل فكرت في الأشعار الغنائية إنها تترجم موسيقيا وتغنى؟ حضرتك يا دكتور خالد، أنا ليا أكثر من 200 أغنية متغنية، وليا أكثر من 200 أغنية؟ نعم، وليا أكثر من 7 أعمال في التلفزيون المصري، وهنا في قناة طيبة ليا أغنية سوهاج، وكنت إذاعت أغنية شكرا للأطباء، ولا لا طلاق برضه، أغنية لا لا طلاق، وهي اللي في 3 أغاني هنا عند حضراتكم. يعني الأغاني اللي هي ال 200 أغنية كل ما دي يناقش الموضوعات الاجتماعية معظمها. ده فين على مستوى إيه؟ على مستوى الوطن، يعني بقول حضرتك. لا لا لا، الأغاني دي يعني غناها ناس محترفين؟ في ناس محترفين جدا، وناس على مستوى الوطن العربي، واشهر يمكن واهم الشخصيات في معظم الوطن العربي مغنيين لي اغاني، وانا طبعا يعني زي مين؟ في الاستاذ نبيل خليفه في تونس، ده غنى لي اغنيتين، اغنيه لحضره النبي عليه الصلاه والسلام واغنيه للحج. في ايضا الاستاذ اخو زياد الاطرش، ابن اخو الفنان الكبير فريد الاطرش. ما عندناش حد في مصر؟ في هنا ناس كتير لحنت، يعني ليا ناس مشاهير جدا. مثلا انا عندي الاستاذ اشرف يوسف، عملنا انا هو اكثر من 38 عمل من الزجاجيج هو. العدد مهول من المطربين، وانا بصراحه اخشى اذكر حد وانسى حد. ما عندناش حد بس من مطربي الصف الاول في مصر لسه يعني؟ لا لسه. انا في ناس لحنت المطرب الصف الاول، وفي ناس عالميه من خارج الوطن العربي، من خارج مصر، لكن الوطن هنا جوه الوطن في مصر يعني غالبا بيبقى حلقه معينه، بيبقوا مجموعه كده، هم جروب معين. ما دخلتش في هذا الجروب؟ هذا الجروب لسه. لكن انا كلماتي الحمد لله يعني ناس مشهور جدا خارج مصر يعني بتغني يعني، وتترجم للغه الانجليزيه كمان، في اعمال مترجمه يعني. جميل. وكمان اشكر التلفزيون المصري، تلفزيون بلدي، انه بياخد اغاني بتاعتي الوطنيه وبيذاعها لي، ده شيء عظيم يعني. كلام هايل. على ذكر الوطني، خلينا نسمع مع حضرتك انا مصري. نسمع انا مصري حضرتك باللغه العربيه الفصحى. انا مصري. أنا المصري في فخر أنادي المجد يأتيني، زرعت الخير في حقلي وقد فاحت بساتيني، وفي التعليم لي باع ترى المومياء تفانيني، وفي طب وأفلاك وهل تخفى عناويني، ولي جيش له عز من الأعداء يحميني، وها التاريخ محفور سل الأهرام تحكيني، وأجراس وتكبير غناء الحب يشجيني، أنا المصري إذ غنى صدى الدنيا يلاغيني، وصوت الطير إذ يشدو نشيد السلم تلحيني، حبانا الله أمجادا ونهر النيل يرويني، وبالماضي هنا نزهو وعطر الكون من طيني، نبي حل في أرضي وألف ذاك يكفيني، وألف ذاك يكفيني. مصر جاءها عدد كبير من الأنبياء، أرض مباركة، فالقصيدة دي أنا المصري باللغة العربية الفصحى. لكن أنت تكتب يعني اللونين؟ لا أنا أكتب كثيرا من الألوان حضرتك. لي 5 دواوين باللغة العربية الفصحى، ولي باقي معظم دواويني باللغة العامية أو اللهجة العامية، ولي دواوين غنائية، ولي ديوانين فن الواو، وطبعا لي ديوان من الشعر الحلمنتيشي. فده يعني الحمد لله أنا بكتب. احنا هنشوف أنواع متعددة ولا أنت؟ النهاردة هنكون قصيرين على الفصحى والعامي والغنائي. تمام. يلا نشوف ايه مع حضرتك تاني. في حاجة رومانسية يعني، حبك علمني. يلا بينا. بتقول: حبك علمني، حبك علمني حاجات وحاجات، حبك علمني حاجات وحاجات، حبك علمني سهر للفجر، وفيك بكون دايما سرحان، علمني الخوف من بعد وهجر، واعزف على نبض الشوق ألحان، يا حبيبتي حبك خلى الوش منور، خلاني نفسي في كل مكان أتصور، حبك خلاني أحب الدنيا وأعشق فايذة وصومة وكل أغاني نجاة، حبك علمني حاجات وحاجات، حبك علمني حاجات وحاجات، حبك خلاني جميل ووسيم، وكل الزرع بشوفه زهور، وفي عز الحر هواكي نسيم، وفي كل حياتي بقيت مسرور، وبقيت مشتاق لطلوع الشمس،
نساني جروح الماضي وأمس. حبك خلاني بحب الكون، على صوت تنهيدك بصحى وبات. حبك علمني حاجات وحاجات، حبك اداني الطاقة ولباقة وقوة، واداني السر الأبعد للأشعار، اداني جمال من بره وجوه، ومعاني الفرح في ليل ونهار. حبك اداني الدقة ورقة في كل كلامي، وفرش لي الورد في كل طريق أحلامي، وفتح لي بيبان البهجة وفرحة، وعزف لي جمال إحساسي نيات. حبك علمني حاجات وحاجات، حبك علمني ازاي جروح الماضي تكن، علمني ازاي الحب أكون رسام، علمني ازاي بالحب أكون رسام، علمني ازاي القلب القاسي يحن، علمني ازاي الوش يكون بسام. حبك خلاني أروح على البحر أتأمل، خلاني أحب الدنيا ونفسي أعيش العمر أكمل. حبك علمني كتير وكتير، علمني جمال الكلمة في نطقي وكل سكات. حبك علمني حاجات وحاجات. الله الله الله. الحب هيتلوه الزواج، الحب ولكن يتلوه الزواج يعني الزواج يعني الطريق نعم احنا يعني بنتكلم على الشكل المشروع. طبعا. ف ف ف ف انت عندك بقى وجهة نظر في هذا الزواج، خاصة اذا كان زواجا مبكرا يعني. طبعا الزواج المبكر دي مشكلة اجتماعية. نعم. واحنا عاملين أغنية مع الأستاذ أحمد موسى يعني لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر وخاصة في الأرياف. نعم. وهنقول إن شاء الله الأغنية بتاعت لكن احنا كنا عايزين نتطرق بشكل أوسع للموضوع ده بتاع الحب. يلا بينا نسمع حاجة تاني. ماشي. هو حضرتك يعني الحب فعلا بيكون له الزواج، ده الطريق الصحيح والسليم. لكن غالبا احيانا لا يكمل يعني. هو على فكره جمال الحب انه لا يكمل يعني ويفضل ذكريات مثلا. وهو غالبا بعد الزواج بتبقى مسار على الحياه وهم ما بيعرفوش يحافظوا على الحب ده، فبتحصل مشاكل. لكن هو يرحب بذا لو حبهم اللي في الخطوبه يستمر بعد. لكن يعني الحب متعدد الصور، في يقول لك حب العشره وحب لا حتى بالزواج. نعم. حب العشره وحب الاسره، ويعني في المساله بتتطور يعني. نعم. اتفضل. الأغنية دي او القصيده دي هي معموله بشكل غنائي واتغنت وبتذاعت في عدة قنوات. يعني الجواز المبكر دي ظاهرة اجتماعية خطيرة ولها ما لها من مشاكل، وهي مشكلة الطلاق وخلافه. فبنقول البنت لسه صغيرة، ده اللي هي الزواج المبكر. الزواج المبكر. اتفضل. البنت لسه صغيرة ولا فاهمة معنى جوازة ايه. نعم. ولا كانت في يوم متخيرة، ولا عارفة رايحة فين وليه، ويا دوب جابوا لها دبلتين وبسرعة تم الاتفاق. حبت صحون على هدمتين، بدي الجوازة بالخناق، وأبوها أعلن فرحته وكأنه راق من الهم فاق. أبوها قال حملك وراح وكأنها كانت جبل، مين اللي قال إنه استراح؟ ده الفكر ده جرم وهبل، إزاي تربي في يوم عيال ولا حتى تقدر على الحبل. البنت لسه صغيرة ولا فاهمة معنى جوازة إيه، ولا كانت في يوم متخيرة، ولا عارفة رايحة فين وليه. الزرع ليه وقته وأوان، قبل استواه مش ينقطف. البنت ليه تلقى الهوان، على نار جهنم تنخطف. غصن البنات أخضر طري، بالهم يدبل ينعطف. الجواز مش بيع وشروة، للجواز توقيت مناسب، مش فلوس وياك وثروة ولا صفقة تجيب مكاسب. لو عادات الجهل تغلب، القانون لازم يحاسب. البنت لسه صغيرة ولا فاهمة معنى جوازة ايه، ولا كانت في يوم متخيرة، ولا عارفة رايحة فين وليه. جينا أيوة نقول نذكر البنات رحمة وأمانة، ده الجواز لو كان مبكر للبنات كسر وإهانة. الجواز ده مسؤولية مش مجرد سد خانة، تبلوها بدري ليه بهم، خايفين تبور من قبل شيبة. محجوزة قال من ابن عم يا أخويا بس كفاية عيبة. محجوزة قال من ابن عم يا أخويا بس كفاية خيبة. البنت ليها نصيبها قاعد واللي يرمي البنت عيبة. البنت لسه صغيرة ولا فاهمة معنى جوازة ايه، ولا كانت في يوم متخيرة، ولا عارفة رايحة فين وليه، ولا عارفة رايحة فين وليه. الله الله. مشكلة الزواج المبكر مشكلة خطيرة جدا، وهي تظهر في المجتمعات الأقل تعليم يعني، ولها أسبابها طبعا ولها نتائجها السلبية. وإحنا كل ما نجده من ظاهرة الطلاق لها سبب الزواج المبكر، وأن الطلاق له تبعيات وينتج أسر متهدمة وأبناء مشردين وخلافه. فأنا دوري كشاعر، الأغنية دي يعني عملها معايا الأستاذ أشرف يوسف مشكورا، وكلماتي ولحن الأستاذ أحمد إبراهيم. جميل. طيب
الحياة كلها ولد وبنت نعم. وغني وفقير. نعم. يعني فأنت عندك يعني قصيدة بتناقش هذه الجدلية ما بين الغني والفقير. أيوة فعلا الغني والفقير قصيدة عندي هنا. نعم. بتتكلم عن إنه وإن الفقير بيكون أقل يعني حظا من غيره. لكن احنا هنقول القصيدة دي يعني موجودة، أنا هجيب التايتل بتاعها والفهرس. دي قصيدة عن الغني والفقير، ودي أعتقد هي الجدلية أو هذه المناظرة التي دائما يعني الشعراء يهتمون بمثل هذه القضايا، زي فكرة الحب. وإحنا بنقولنا الحب يعني ما أروعه عندما لا يكتمل فيما يتعلق ده بالنسبة للشعراء، إنه يبدأ يكتب فيه ويبقى أحاسيسه فيه عالية في هذا الإطار على عكس الحب التقليدي يعني. اتفضل. الغني والفقير، فالقصيدة دي فصحى بتقول: الفقر داء والديون مذلة، الفقر داء والديون مذلة، والصبر مر والفراق عذاب، فلكم بكت من فقرها بشر هنا، ولكم بمال تسعد الألباب، كم من فقير في الحياة بدمعة كتبت بحزن قصة وكتاب، النفس تمضي في الحياة بدهشة والدهر يضحك والأمور عجاب، لو جاء موت فالرحيل محتم ما صد أمرا للمنية باب، فاصنع بحب في القلوب مساكنا فالبغض دفن والجفاء غياب، كيف النجاة إلى الشطوط بمركب والريح تعصف والمياه عباب، فاعمل بجهدك تغتني وبعزة يأتي إليك من الهنا أسباب، يمضي الفقير فيستهان بشأنه ولأهل مال تفتح الأبواب، من غير مال فالوجوه عداوة إن تغتني كل الورى أحباب، إن تغتني كل الورى أحباب. الله 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 الله. يعني علشان ضيق الوقت نختتم بقصيدة بقى من قصائدك المميزة أستاذ راضي. في قصيدة بتقول: شق طريق في السكة وعدي وانسى كلام الناس. الله. شق طريق في السكة وعدي وانسى كلام الناس، لو تتأخر يوم تهدي حلمك راح ينداس، ارمي كلامهم ده ورا ظهرك شوف مصلحتك فين، لو تسمع هتموت من قهرك تبكي بدمع العين، مهما الحاقد شافك تنجح مش هيقول لك زين، شق طريق في السكة وعدي وانسى كلام الناس، لو تتأخر يوم وتهدي حلمك راح ينداس، أصل كلام الناس متغاير زي الصبح وليل، الحاقد منهم والغاير واللي يهد الحيل، مهما الغنوة بتاعتك هايلة تلقى ملام الويل، شق طريق في السكة وعدي وانسى كلام الناس، لو تتأخر يوم وتهدي حلمك راح ينداس، ناس كتير ما تحبش غيرها وفي كل طموح بتهد، دي قلوب سودا ومعدوم خيرها زي الشوك بتمد، كل ما حد يبص لفوق تاخده لتحت تشد، شق طريق في السكة وعدي وانسى كلام الناس، لو تتأخر يوم وتهدي حلمك راح ينداس، حلمك راح ينداس. الله 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 الله. أستاذ راضي علي الطهطاوي الشاعر الكبير وعضو اتحاد الكتاب، بس يشكرك على هذه القصائد المميزة ودائما في انتظار لمزيد من إبداعاتك. أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا أن أتواجد مع حضرتك يا دكتور خالد صديقا عزيزا، وشكرا لكل السادة المشاهدين وكل فريق عمل البرنامج والإعداد والقناة الجميلة، وكل عام وحضراتكم خير. حضرتك بالصحة والسلامة، ربنا يخليك. سيداتي والسادة، في ختام هذا اللقاء بشكر شاعرنا الكبير والمتميز الأستاذ راضي علي الطهطاوي، عضو اتحاد الكتاب وواحد من الأصوات المغردة والواعدة دائما في سماء الشعر العربي إن شاء الله. حتى نلتقيكم السيدات والسادة، أتقدم بخالص التحية والتقدير إلى زملائي الفريق التقني والهندسي، الزملاء بغرفة الكنترول، لهم مني كل التحية وكل التقدير. بشكر الزميل أحمد ثروت رئيس التحرير، وأشكر الزميلة نهلة مصطفى مدير التصوير، والشكر موصول للزميل الدكتور عصام الحويري. وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أسوان، لكم الحب كله. شكرا لكم وإلى اللقاء.